عايزين تموتوه؟ اهو قدامكم، موتوه. كل الجماهير اللي كانت في الماتش بتاع امبارح ده، لا اللي قبله، اللي هو ماتش سموحه تحديدا اللي احنا خدنا فيه الدوري، الناس اللي نشدت وهتفت ضد كهربا وقعدت تشتمه شتام وحشه وتعبت نفسيته، مبروك عليكم. الخطه تمام، الخطه ماشيه زي ما انتوا عاملينها حرفيا. ابتدت بان اللاعب بيعيط قبل ما يجيب جون ونفسيته متدمره. ان شاء الله الماتش اللي جاي تلاقيه يقع كده في الملعب من غير مقدمات كده ولا اي حاجه، تلاقيه تعب نفسيا والقلب عنده ما بقاش شغال. بعدها يخش المستشفى، وبعدها يصحى تاني يقول للناس اللي ظلموه، وبعدها يموت خالص بقى. احمد رفعت الجديد، انتوا عايزين كده؟ شابوه. كهربا في الماتش بتاع زد بتاع امبارح، انا عايز اقول لك ان هو قبل الماتش قبل ما يجيب جون كان بيعيط، وكان نفسيته متدمره خالص بسبب اللي جماهير الاهلي عملته الماتش اللي قبله، ان هي قعدت تشتمه كده. وطبعا مش هينفع نقول الالفاظ اللي هم كانوا بيقولوها في المدرجات. كهربا يا جدعان شال الاهلي على كتفه الموسم اللي احنا خدنا فيه دوري ابطال افريقيا، مش اللي فات ده، لا اللي قبله، لان ما كانش عندك مهاجم. كهربا يا جدعان كان بينحت في الصخر، وكان كان بيعمل كل حاجه لوحده، وانت ما كانش عندك مهاجم واحد في الفرقه يشيل الفرقه، هو اللي كان بيعمل كل حاجه في الفرقه. كهربا ضحى كتير عشان خاطر النادي الاهلي. كهربا اختار النادي الاهلي وما اختارش غيره. هو ده بقى جزاؤه، ده جزاء محمود كهربا، هو ده جزاؤه يعني. دي المكافأة بتاعت نهاية الخدمة اللي انت بتديها له. يا جدعان يا جدعان بلاش تقساوا. كهربا الناس اللي بتتهمه ده، كل الناس اللي بتتهمه كانت بتتهمه بالباطل، لانه انتوا طلعتوا عليه كلام ما فيش اي تصريح رسمي طلع ان كهربا عمل اي حاجة غلط تدينه. وانا الكلام اللي انتوا قلتوه له انا مش هينفع اقوله في اللايف، ولكن ما فيش اي حاجه تثبت ان كهربا عمل اللي انتوا قلتوه له. طب اتاكدوا بعد كده اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه، انما احنا جمهور مريض بنمسك اللاعب لحد ما ننحل وبره، وفي الاخر بنموته نفسيا. شابوه، شابوه عليكم والله. انا مبسوط بيك، ربنا ينتقم من كل واحد جه على واحد زي ده ووصله للحاله اللي هو فيها دي.